اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الدين عن المدينين. اللهم ارزق كل مشتاق للذرية الصالحة عاجلا وليس آجل. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. هنعمل مع بعض ان شاء الله القرص بالعجوة، بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، اقتصادية يعني. وهنعمل كده غدا على خفيف كده، على بسيط، غدا سهل برضو. وعايزة اقول لكم عجب ولادي جدا وما خدش وقت معايا. اليوم اللي بيبقى فيه خبيز يعني، او اعمل فطير او اي حاجة من المعجنات ديت، بحب اعمل فيها غدا سهل وبسيط يعني. وهوريكم كده انا عملت ايه النهارده. انا جبت حله كده، وحطيت فيها معلقتين سمنه، وحطيت فيها التوابل بتاعتي الاول، عباره عن ملح وفلفل وكمون وكاري وواحده ليمونه وورق لورا، ورقتين 3 لورا كده، ومكعب ماجي. تمام. وجبت الخضار بتاعي، البسله بقى والجزر، حطيته كده وقلبته يتشوح بس على بسيط. وكمان نزلت عليه بالبصلايه برضو اتشوحت على بسيط قوي. واربع فصوص توم زي ما انتوا شايفين كده، بس هم كبار شوية، بس بيديها طعم حلو قوي. قطعتهم بالسكينة، ما فرمتهمش او دقيتهم ولا حاجة. قطعتهم كبير كده، حتت كبيرة الى حد ما يعني بالسكينة. واديت لهم تشويحة كده مع بعض. ما تتخيلوش بقى الريحة كانت طعمها يعني الريحة كانت جميلة جدا. فما بالكوا بقى الطعم، والله كان جميل. تمام. حطيت ميه بقى تسخن كده علشان عشان الرز. دوت نص كيلو رز بسمتي. كان موجود عندي يعني، كانت اختي زوجي كانت جايباه وجايبه حبه حاجات كده معاه، فقلت اعمله بقى ويبقى اكله النهارده كده اقتصاديه وحلوه. حطيت الميه كانت سخنه طبعا، سخنت. حطيتها على طول كده، طبعا فوق الرز بحوالي سنتي. سبته كده يغلي مع بعضه، وبوريهولكوا اهوت. اديت له تقليبه وقلت اغطيه واوطي عليه لغايه اما نشوف هنعمل القرص بقى ازاي ومكوناتها ازاي. انا دلوقتي على بال ما الرز يستوي هنجهز بقى الحاجات بس كده مع بعض. عبيت كوباية من السمنة، وحطيت كده في الطبق ده العجوة. حطيت عليها برضو معلقة سمنة، وفي نفس الوقت كانت ايدي في الرز برضو نقلته على العين الصغيرة ووطيت العين. واديت له تقلبتين كده وايه، وقلت وغطيته على بال ما اعجن القرص. انا جايبه الدقيق بتاعي من الاكياس ديت. فلازم انا في خصله يعني، لازم انخل الدقيق كويس، حتى لو كان الدقيق الاكياس مش سايب يعني. نخلت الدقيق وفعلا لقيت فيه بعض الشوائب كده. وده يعلمني اللي احنا لازم في كل مرة نعمل حاجة بالدقيق او المعجنات لازم ننخل الدقيق. شايفين في حاجات اهيت لقيتها في الدقيق. تمام. ده كيلو من الدقيق نخلته كويس اهوت زي ما انتوا شايفين قدامكم. وحطيت عليه كيس كامل من الخميرة الفورية. وحطيت ذرة ملح، وحطيت معلقتين سكر. معلقتين السكر دولت طبعا علشان ينشط لي الخميرة ويخليها تشتغل. انا عارفة ان الخميرة اللي انا شايلاها شارياها ديت يعني كويسة هتشتغل معايا. فعشان كده ما حطيتهاش في الاول في كوباية مية ولا اي حاجة، وعجنتها الاول واشوفها هتشتغل ولا لا. لا، انا عارفة اللي هي كويسة. تمام. وبعدين بعد ما حطيت المكونات الجافة ديت قلبتها تقليبة. وقمت حطيت كوباية السمنة، وعليها على طول في نفس الكوباية المية كانت دافية، حطيت كوبايتين مية. هي خدت مني كوبايتين مية وربع بعد كده، بس احنا هنبدأ بالكوبايتين. هي مقدار المية كده صح، كويسة يعني. كوبايتين مية بتاخد كيلو دقيق في القرص بياخد كوبايتين مية، او كوباية مية وكوباية حليب على حسب اللي موجود عندك، وكوباية سمنة. دي المكونات الأساسية أنا عملتها النهاردة بالمية الدافية، يعني كوبايتين مية زي ما انتوا شايفين كده. واحتاجت كمان ربع كوباية مية، ما تكتروش. ما تحطوش الكمية كلها مرة واحدة، على حسب الدقيق ما بياخد. انا مش هخليها تخمر ولا اي حاجة، هشتغل فيها على طول، بس هدي بس كده. العجوة بتاعتي، العجوة ديت انا جايباها مفرومة، ده كيلو ربع كيلو من العجوة. هيبقى كويس جدا على الكيلو. انا عاملاها قطعة يعني كبيرة. وفاض من العجينة
القرص كام واحدة كده عملتهم سادة. بدأت اكورها كده عشان الكرة الصغيرة ديت تتحط في العجينة، وتبقى هي ديت الحشوة بتاعت الايه القرص بالعجوة. عملت كل الكمية بتاعتي، وبصراحة زي ما قلت لكم كده فاض حوالي 4 5 وحدات كده في الاخر عملتهم سادة وطلعوا زي السكر. اشتغلت في العجينة على طول، ما سبتهاش تخمر ولا اي حاجة. العجينة طرية ولينة معايا، وما خدتش معايا عجن كتير. مادام المية بتبقى دافية ما بتاخدش عجن كتير. اهم الحاجة في الوقت الشتاء او في الوقت البرد اللي انت لازم تسخني المية بتاع العجين بتاعك. مش نسخنها اللي هي بقى تسخن قوي، لا نسخنها يعني ندفيها او تبقى سنة زيادة عن الدفيان، يا دوبك انت تحطي ايدك كده تستحملي المية، يبقى ميه مغليه. بدأت على طول كده اشتغل فيها على طول. بص العجينه طريه وجميله معايا ازاي. بدأت بقى ايه افرد حته العجوه عليها برضو واحشيها من جوه، وبعدين المها تاني، وبعدين ايه بص على ايدي كل حاجه على ايدي اهيت. انا ما بططتش القرصه على اي حاجه، لا كل الشغل على ايدي يا دوبك اهي. عملتها كده وضغطه بسيطه بس عليها كده في الصينيه. الصينيه مش مدهونه اي حاجه، ما دهنتهاش اي حاجه خالص. هي مش هتلزق وهي تبقى زي الفل. اهي هعمل كمان معاكم واحده. العجينه اهيت لازم ايه ما تحطهاش كرة زي ما هي، لا بططيها شوية كده، العجوة بططيها شوية قبل ما تحطيها في العجينة. وبعد كده على الايد اهي بأطراف الاصابع بكل سهولة، وتلفيها كده وتدوريها كده هي تلف معاكي. العجينة طرية وحلوة، مش هتاخد منك مجهود، مش هتاخد منك تعب خالص. انا عملتهم يعني بصي ما خدوش مني اي وقت خالص. وده كله برضو والرز بتاعي بيستوي. ومن وقت للتاني ببص عليه برضو. اهي بصوا بعملها ازاي اهي بكل سهولة. تمام اهو. ومعايا دلوقتي بقى القرص البعجوة ديت انا مش عايزاها تنفش مني زيادة عن اللزوم. وبعدين لما ادخلها الفرن تفصل العجوة عن العجين. هنعمل ايه بقى معانا؟ يا السكينة يا الشوكة، نقطع بيها العجين كده، نعمل فيها خطوط علشان العجين القرصة ما تقبش معايا في الفرن، وتفصل زي ما بقول لكم العجوة من العجين. يا اما الشوكة نخرمها كده على بسيط. كل القرص بقى هنعملها كده علشان ما تقبش معايا زيادة عن اللزوم. خلي بالكوا ده كله والخميرة لسه العجينة لسه ما خمرتش. احنا هنسيبها تخمر في الصواني، هنسيبها حوالي كده ساعة ولا حاجة. بس هنغطيهم كلهم كويس، اعملهم كلهم واغطيهم. وعلى بال ما كنا اتغدينا كانوا خمروا وبدأت اسوي فيهم. عملتهم بقى كلهم بالشكل ده. واخر حبة اللي انا بعمل فيها الصينية اللي انا بعمل فيها ديت هي اللي ما كانش فيهم عجوة، يعني ما فضل لهمش عجوة، وطلعوا بصراحة حلوين وممتازين جدا. تمام اهو. هسيبهم بقى الفترة ديت حوالي ساعة كده زي ما قلت لكم. هحطهم على بعض واغطيهم كويس علشان يتدفوا، يعني العجينة تدفى وتساعد اللي هي تخمر. خلاص كده كان الرز بتاعي بقى ايه هو دوت غدانا ان شاء الله. كان الرز كده خلاص استوى، شفتوا اهو استوى. عملت غرفته كده، وعملت حطيت مخلل وعملنا سلطة. بس انا ما صورتهاش، يعني انا وريت لكم الرز بس اهو. كان في منتهى الجمال. ولو عندك كمان اي نوع من انواع الشوربة، شوربة فراخ شوربة لحمة، ممكن تسقيه بيه بيبقى طعمه جميل اهو. ومش محتاج اي حاجة بقى معاه تاني. لو انت عايزة مثلا، انا بصراحة كانت مامة والدة زوجي يعني كانت بعتلي يعني كانت عاملة سمك وكده وبعتتلي فاكلنا معاه بصراحة، بس انا ما صورته الكوش. ممكن تسلقوا بيض جنبه لو في اي لحوم اهو بيبقى جميل. لو بيتاكل كده برضو بيبقى زي العسل. خلاص كده القرص بتاعتي انا بصراحة ايه موريتها الكوش وهي خمرانة في الصواني، بس شكلها باين يعني. حطيتها كده، بس اهم حاجة اللي هي تحافظي على القرصة طرية لغاية اخر واحدة وتبقى طرية كده. ده يعني في كل الاوقات. شايفين القرصة معايا طرية ازاي؟
هي خارجة من الفرن طرية وكويسة وكل حاجة. بس انا عملت بقى ايه، حركة ولازم تعمليها في كل المعجنات بصراحة. اول ما تطلع من الفرن جبت فرشة كده ودهنتها بالمية، يعني فرشة ومية وتدهني وشها وهي لسه طالعة من الفرن. دي بتخلي لك المعجنات كلها طرية. استخدميها في كل المعجنات، ده شيء اساسي، يعني الفرشة بالمية كده وتدهني وشها. اهو. ودي كانت القرص بتاعتنا سهلة وبسيطة وتنفع للمدارس عشان ما تحتريش في السندوتشات بتاعت كل يوم. وادي اللي بعجوة هي برضو كانت طرية ومسكرة العجوة فيها ويعني مقدارها كده ممتاز. لو وصلتي بقى للحتة ديت ما تنسلوش في اللايك. وديت كانت القرص بتاعتنا، هي والله جميلة جدا وعجبت الولاد جدا جدا جدا. وبعدين اقتصادية، وزي ما قلت لكم هتنفع كده لايه للمدارس، تحط لهم اتنين ولا حاجة في قلب الكيس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.